كانت جلسة رائعة، وكيف لا تكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، والصحابة يكحلون أعينهم بالنظر إلى وجهه يا لحظهم. وتمر الجنازة فيثني الصحابة عليها خيرا، ربما قالوا يومها: كان الميت صديقا وفيا وزوجا محبا وابنا بارا وجارا كريما، كان يصلح بين المتخاصمين ويتصدق على المساكين ويسامح من أخطأ بحقه، وكان قلبه متعلق بالمساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم بعد ذلك مرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، ربما قالوا يومها: كان الميت صديقا غادرا وزوجا لئيما وابنا عاقا وجارا مؤذيا، كان لا يحترم كبيرا ولا يعطف على صغير، والطريق إلى المسجد لا يعرفها ولا تعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسأل الصحابة: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، كلنا سنحمل يوما على الأكتاف، فكل نفس ذائقة الموت، وما نحن إلا جنائز مؤجلة. هل إحنا فكرنا مين اللي هيكون شهداء الله في الأرض عنا يوم نحمل في التوابيت؟ كل إنسان تتعامل معه النهاردة هو شاهد لك أو عليك. افتكر كويس وانت بتخالط الناس، وانسى ما شئت، ولكن إياك أن تنسى وجبت. ماذا سيقول أبواك عنك؟ اللهم اغفر له فقد كان نعم الابن، أم سيقولان: اللهم إنك تعلم ما كان من أمر عقوقه؟ ماذا ستقول زوجتك عنك؟ اللهم إن كان خير زوج، أم ستقول: خذ بحق منه يا الله؟ ماذا سيقول أبناؤك عنك؟ اللهم إنه كان أبا عادلا، لم يفضل ابنا على بنت ولا ولدا على ولد، أم سيقولون: يا الله إنه قد ظلم وميز وأضاع الأمانة ولم يحسن التربية؟ ماذا سيقول جيرانك عنك؟ اللهم أنزله في جوارك فقد كان خير جار، أم سيقولون: وأخيرا استرحنا من أذاه؟ ماذا سيقول زملائك في العمل عنك؟ اللهم ارحمه فقد كان طيبا ينصح ويساعد ويحفظ السر، أم سيقولون: اللهم إنك تعلم أنه كان واشيا لا يؤتمن ومؤذيا لا يحتمل؟ كل متعسر أقمته وأخذت بيده هو شاهد لك، كل دمعة مسحتها هي شاهدة لك، كل فقير رأى منك دفء ابتسامتك قبل دفء درهمك هو شاهد لك، كل مسكين أعنته وكل جائع أطعمته، كل تائه أرشدته ومظلوم نصرته، شهود لك. فكثر شهودك، فجنائز الغد تتنفس اليوم. نحن شهداء الله في الأرض.